سلام البنات. اليوم جيتكم بفيديو جديد، وقبل ما نبدا هذا الفيديو حبيت نقول لكم اني سوري حنت غبرت او غبت عليكم الشهر اللي فات، ولكن كنا مسافرين تقريبا 3 أسابيع، وفقط رجعنا من السفر وانا نمرض ولارين مرضات ويعني سيمانه واسبوع وحنا مرض على الاخر، وباقه يعني باقي ما تعافيتش 100%، ولكن حبيت اني ننزل لكم فيديوهات وما حبيتش اني نطول الغيبه اكثر من هكا. داكشي على صوتي يعني شويه اوف. اليوم نعمل لكم فيديو على وصفة طبيعية لتفتيح البشرة، وكذلك للحصول على بشرة أنعم وأكثر نضارة. هذه الوصفة يعني المكون الرئيسي ديالها هو البطاطا، والبطاطا غنية بالماء وبالنشا، والنشا يعمل على التبييض والتفتيح، والماء يعمل على كمرطب للبشرة، وكاين مكونات اخرى. العلاج تقدروا تستخدموه للرقبه ديالكم، تقدروا تستخدموه ليديكم. اذا كنتم من الناس اللي ديما تحطوا سان سكرين ولا ديما تحطوا واقي الشمس في وجههم، ولكن يعني تهملوا يديهم وتهملوا مناطق اخرى في جسمهم. انا مثلا يعني ما عمريش نستخدم واقي الشمس في يدي، ديما يدي ديما محروقين. تقدروا كذلك تستخدموا الركاب. نستخدم الماسك هذا لمدة تقريبا نستخدمه مدة أسبوع على يدي، ونتركه 30 دقيقة كل يوم، ونوريكم النتيجة بين اليدين بجوجهم أو اليدين الاثنين باش تشوفوا يعني الريزولت بعينيكم. وانا تنصح فيه بزاف، ونقول لكم كلكم سيروا جربوه، وباش تعرفوا كيفاش تستخدموا هذا الماسك وتعرفوا المكونات ديالو. كاملوا تبعوا الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.
حبيت فقط نقول لكم انه قبل ما تجربوا بالذات في امور بحال هكا كيفاش تفتحوا البشره او التبييض، يعني استخدموا مواد طبيعيه قبل ما تستخدموا مواد كيماويه او مرطبات اللي تتباعوا في المحلات، لانه هاد المرطبات كاين دراسات تمت عليهم وثبتت انه هاد المرطبات يقدروا يتسببوا بالسكين كانسر، سرطان الجلد، وكذلك يقدروا يتسببوا بترهلات في الجلد. يعني اذا تعرفوا تستخدموا مواد طبيعيه للتفتيح، وهذا يعني ديما تنصح ان الواحد يجرب بالذات بهذه الامور، يجرب مواد طبيعيه قبل ما يجرب هاد المواد الكيماويه. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وجايين فيديوهات اخرين فلوجز من الرحله ديالي في الاردن، وكذلك روتيني الصباحي اثناء السفر. هاد الفيديوز كلهم already edited، غير خاصني فقط اني انزلهم ان شاء الله. هاد السيمانات الجايين كلهم انزل فيديو مورا الاخر. واذا عجبوكم هاد الانواع ديال الفيديوهات ديال الماسكس او وصفات طبيعيه، حطوا لايك على هذا الفيديو، وتركوا لي كومنت باش نعرف انواع الفيديوهات اللي تعجبوكم، انواع الفيديوهات اللي تبغيو او تحبوا تشوفوا مني، سواء كان فلوجز ولا كان يعني نصائح او يعني وصفات تجميليه او اسرار تجميليه. انا هاد الوصفه عطاتها لي جده ديالي، كانت ديما ملي تتحرق البشره ديالي في الشمس، او يعني اذا بغيت البشره ديالي شويه تبان اكثر نضاره وافتح وهكا، كانت ديما تتعطي يعني تتقول لي عليها وتتقول لي نستخدمها لوجهي واليدي وداكشي، بصح يعني تتخدم ومضمونه 100%. وتشوفوا في الفيديو انه نصور يعني هاد الريزولتس اللي حصلت عليهم ناتجين عن اسبوع من الاستخدام. تشوفوا في الفيديو انه الريزولتس او النتيجه مضمونه، وتشوفوا يدي حدا بعضياتهم استخدمتهم على يد وحده ويد لا، وتشوفوا كيفاش الفرق باللون يعني بان بعد فقط اسبوع من الاستخدام اليومي. وتركت الماسك حوالي بعض الايام تركته 15 دقيقه، بعض الايام تركته 30 دقيقه، الاكثر فتره الاحسن. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونشوفكم في فيديوهات قادمه. باي.